هبوط قوي في أسعار الدواجن النهاردة التلات 13 يناير 2026. كل يوم جديد مليان أخبار مهمة، وعشان توصلك كل أخبارنا قبل الناس كلها اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو. النهاردة موضوع مهم لكل بيت مصري. أسعار الدواجن في السوق المصرية النهاردة عملت هبوط قوي بعد ما كان حصل ارتفاع جامد قبل الأعياد، وطبعا الفرق في السعر كبير. التفاصيل بتقول إن أسعار الدواجن بدأت تنزل بأكتر من 10 جنيه في الكيلو في المزارع والأسواق، وده بعد ما الطلب بدأ يقل بعد انتهاء أعياد الميلاد. يعني الفراخ البيضاء في المزرعة نزلت ووصلت ل 67 جنيه للكيلو، ولما بتوصل للمستهلك السعر بيبدأ ما بين 77 وحتى 80 جنيه للكيلو. الدواجن الأمهات بقى سعرها 60 جنيه في المزرعة، ولما بتتباع في السوق الكيلو بيوصل ما بين 75 و 80 جنيه. الدواجن الساسو في المزرعة نزلت ل 84 جنيه وبتوصل للمستهلك ما بين 95 و 100 جنيه للكيلو. كمان لازم نلاحظ ان الاسعار كانت ارتفعت باكتر من 20 جنيه في الفترة اللي فاتت، وده كان بسبب زيادة الطلب، لكن دلوقتي بعد انتهاء اعياد الميلاد الطلب قل والاسعار نزلت. لما نتكلم على اسعار البيض النهارده، كرتونة البيض الاحمر بتتراوح ما بين 135 و 145 جنيه. كرتونة البيض الابيض ما بين 130 و 140 جنيه. البيض البلدي ما بين 135 و 140 جنيه. الكتاكيت بانواعها لو كنت مهتم بالتربية فالكتكوت الابيض شركات ما بين 18 و 20 جنيه. الكتكوت الساسو ب 9 جنيه، والكتكوت البلد الحر ما بين 5 و 6 جنيه. الكتكوت الفيومي عامل 9 جنيه. طبعا معانا بعد كده كتكوت البط المسكوفي 25، كتكوت البط المولر 25، والبط البيور ب 20 جنيه. السمان عمر اسبوعين ب 8 جنيه. اما الاوراق النهارده فما بين 80 و 85 جنيه. البانيه من 200 و 210 جنيه. الكبد والقوانص 135 جنيه. الاجنحه ما بين 55 و 60 جنيه. جوز الحمام يبدا من 170 جنيه. الكيلو البط ما بين 160 و 170 جنيه، والارانب ب 140 جنيه. خلاصة الخبر إن الأسعار كانت ارتفعت جامد قبل الأعياد، لكن بعد انتهاء الطلبات العالية بدأت الأسعار في الانخفاض بشكل ملحوظ، ودي أخبار ممتازة لأي حد بيشتري فراخ أو منتجاتها في البيت أو الشغل.